زي ما انت بتحترم ناس بتحترم كلامك اللي بتقوله، عاوزك ترد على الكابتن مدحت شلبي وعامر حسين انهم علقوا امبارح عليك وبيقولوا انك بتمسك على الكلمه والمفروض يحترموك، ده امام الزملكاوي. والله انا ما سمعت كابتن مدحت ولا الحاج عامر حسين، بس انا عارف ان الحاج عامر حسين كلم مهيب وزعلان مني، وده بسبب ان انا قلت ان يوم الجمعه الاهلي هيتاجل له الماتش ليوم الاحد، وانا لم اقصد النادي الاهلي لكن اقصد حاج عامر حسين، لان البابا الفاتيكان جاي يوم الجمعه. على فكره في 3 مباريات هتتلعب يوم الجمعه، في مباراه هتتلعب الساعه 4 وهي مباراه الزمالك وطنطا وهتقام على غزل المحله على ما اعتقد، وفي مباراه ثانيه الاسماعيلي والمصري، وكان من المفترض الاهلي والانتاج الحربي في النهايه، ولكن تم تاجيلها ليوم الاحد. قيل طب اشمعنى الامن طبعا عشان الماتش هيتلعب في امن الغربيه اللي هو بتاع الاهلي بتاع الزمالك، والاسماعيلي في امن الاسماعيليه او امن الاسكندريه، اما المباراه اللي هتقام في امن القاهره اللي هيكون فيها بابا الفاتيكان، فطبيعي ومنطقي ان انت تاجل. لكن انا كنت بتكلم على فكره ان الحاج عامر حسين قال ان ما عنديش وقت خالص لتاجيل اي فتفوته ولا اي يوم، انا ساعتها قلت لا هيكون في وقت اكيد، لان الامن بعد كده هيطلب. وعايز اقول لكم ان الماتش الاهلي بدل ما يوم الجمعه بقى يوم الاحد، وكان الاهلي عنده يوم الثلاث طلائع الجيش، فبالتالي اكيد ومنطقي الاهلي مش هيلعب حد وثلاث، فهيتم تاجيل ماتش يوم الثلاث مع طلائع الجيش على الاقل يومين، فهيتم ترحيل. وبكده فكره ان ما عنديش وقت وان البطوله العربيه وان منتخب مصر طبيعي ومنطقي غصب عنك هتاجل يوم وثلاثه واربعه، وده اللي كان بيطالبه الزمالك ان مش هيفرق يوم ولا يومين من التاجيل، لكن كان تاكيد حاج عامر حسين لا انا ما عنديش وقت للتاجيل نهائيا، وادي دلوقتي في وقت للتاجيل.